تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين طويلة صباح اليوم الأحد لأجل حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين بلدية عين طويلة ولاية خنشلة وبلدية الضلعة ولاية أم البواقي التابع إقليميا لبلدية عين طويلة. تمثل الحادث في اصطدام تسلسلي بين سيارتين سياحيتين وجرار فلاحي. للأسف خلف الحادث وفاة 3 ذكور ينحدرون من ولاية تبسة، كانوا متجهين إلى ولاية باتنا من أجل علاج الأب المريض المتوفي. يتعلق الأمر بالحاج خلفي الجمعي صاحب 65 سنة وابنه بلال خلفي صاحب 29 سنة وابن أخيه سليم خلفي صاحب 29 سنة. فاللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك وأهلهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.